القبض على مدرس لاتهامه بالتحرش بعدد من التلميذات داخل مدرسة بالعمرانية وما تعتبرش قضية، هي كارثة بكل المقاييس. أولا المتهم مدرس، كارثة الثانية ثانيا بيعمل مدرس للغة العربية والقيم والدين. ثالث كارثة والأهم من ده كله إن هو مدرس للمرحلة الابتدائية. طبعا ده كان ناتج عن بلاغ اتقدم بيه إحدى أولياء أمور الطالبات، تقدم ببلاغ مركز شرطة إن بنته تعرضت إلى تحرش من قبل مدرس عندها في المدرسة، وطبعا بالكشف الطبي على البنت اتضح إنها مصابة بأزمة نفسية. طبعا المدرس ده لازم يعاقب مرتين، مرة بحكم القانون والواقع اللي احنا بنحترمه، ومرة بحكم الأخلاق. مدرس لمادة لغة عربية ودين وقيم ولا طالبات في عمر الظهور في المرحلة الابتدائية. خلونا معانا على التليفون الأستاذة أمل يحيى، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، محامية المجني عليها. أهلا وسهلا يا أستاذة. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك يا استاذ هيثم؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. في البداية عايزين نعرف من حضرتك الواقعة وملابساتها، وإزاي اكتشف والد المجني عليها الواقعة وتقدم بها ببلاغ لاسم الشرطة. تمام يا فندم. بص، اولا انا ابني جوه المدرسه، يعني انا ولية امر قبل ما ابقى محاميه، تمام؟ فانا مشتركه في الجروب بتاعتهم. لقينا ان في ولية امر عملت مشكله كبيره جدا، بنتها في ثالثه ابتدائي، ان المدرس بيقعد البنات على رجله وبيتحرش بيهم. ففي واحده قالت ده المدرس ده لما وصفوه قالت ده عند بنتي في الفصل، فخدت بنتها وسالتها. لما سالتها قالت لها ايوه يا ماما هو بيعمل فينا كده وبيطرد الصبيان بره وبيقعد البنات على رجله وبيمد ايده عليهم كمان يعني. فهي خدت يعني الشكوى مش من طالبه واحده، ده من كذا طالبه. لا ده من اولى ومن ثالثه ومن ثانيه ابتدائي، يعني اولى وثانيه وثالثه ابتدائي. تمام. بس فالبنت ام البنت دي الوحيده هي اللي راحت حررت المحضر في اسم العمرانيه. الاسم قصاد المدرسه على طول، يعني مش بعيد، يعني باب الاسم قصاد باب المدرسه. راحت حررت المحضر واتقبض عليه. بعد ما اتقبض عليه هو اعترف بتفاصيل، يعني اتكسف اقول لك هو